بسم الله الرحمن الرحيم. بيان هام. فيما كان الجميع يترقب وصول حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى عدن وبدء عملية البناء والتنمية وانتشال البلاد من وضعها المأساوي، أبت أيادي الإرهاب والتطرف والفوضى إلا أن تمارس دورها الإجرامي المعهود في القتل والتدمير وتعطيل فرص البناء والسلام والاستقرار. وإذ يدين المجلس الانتقالي الجنوبي بأشد عبارات التنديد لتلك العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مطار عدن الدولي لحظة وصول حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض، فإنه يحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية والقوى المتضررة من اتفاق الرياض والساعية لإفشال تنفيذه المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإرهابي الغادر، داعيا حكومة المناصفة والأجهزة الأمنية إلى الاطلاع بمسؤولياتهم والشروع بتحقيق فوري وعاجل بمشاركة دولية لكشف ملابسات هذا العمل الإجرامي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تدخل الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإسناد الأجهزة الأمنية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتثبيت الأمن في العاصمة عدن. ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي شهداء هذا الحادث الإرهابي الغادر، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه، كما نسأله تعالى الشفاء العاجل للجرحى. ويؤكد المجلس بأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، مجددا التزامه بالاستمرار مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف بكافة أشكاله وأنواعه. صادر من العاصمة عدن.